السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عسلات اشتات امارات. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لي لايك. صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة عليك وعلى قلبكم يا رب العالمين. صباحكم هنا ورضا من عند الله. النهارده هنعمل روتين مشجع جدا مع بعض، ويا رب تتشجعي معايا ويا رب اكون خفيفة على قلبكم، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده انا كنت قايمة من النوم متأخر وعايزه الحق اللي ورايا، يعني كان عندي قدامي حاجات كتير عايزه اعملها، والحقيقه كنت متاخره جدا. فقمت كده، كنا بقينا خلاص بعد الظهر، خلاص كوبايه الشاي وفطرت وبس. ففكيت كده صدور الفراخ اللي هتشوفوها الوقت ديت، حطيتها كده قبل ما افطر. حطيتها كده تفك قبل ما افطر، وبعد كده ولعت كده على الرز. اول حاجه غسلت الرز، وبعد كده حطيته على النار وحطيت الملح بتاعه. وما تاخدوش بالكم برضو ان البوتاجاز مش نضيف، لا انا خلصت كل اللي ورايا كده بسرعه بسرعه. وبعد كده نضفنا المطبخ وظبطنا الدنيا. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده وهنتشجع ونعمل ايه النهارده. هقطع كده الفراخ، قطعتها وهي تلج شويه عشان تعرفي تتمكني من تقطيع البانيه. لو انت اول مره تقطعيه قطعاه وهي تلج شويه كده لسه متلجه. انا طبعا قطعتها وهي تلج شويه علشان انا مستعجله، وعشان السكينه بتاعتي بارده. يعني السكينه بتاعتي بارده وتلمه وكده، يعني سكينه تلمه فمش هعرف اقطع البانيه وهو ما، يعني انت عايزه تقطعي البانيه وهو فاكك، فيا ريت يكون سكينتك تكون حاميه وعشان تقطعيه بالشكل ده. ده يا بنات، ده صدور الفراخ. فاكرين صدور الفراخ اللي انا قلت لكم قبل كده في منيو الاسبوع ان انا بقسم الفرخه، باخد منها الصدرين بتوع الحته اللي تحت دي، ببقى اعملها اكله في يوم من ايام الاسبوع. هو النهارده الاكله في اليوم ده، فهقول لكم عملي انا بعمل ايه. دي صدور الفراخ اللي احنا مقطعينها، ببقى اسيب حته من الجناح كده تتاخد كمناب، والباقي كده بتاع الجناح بحطه في كيس. انا الحقيقه يوم ما طلعت كيسين وقطعته شرايح زي ما انتم شايفين كده، هي بالعظم بتاعها لسه مفيش اي حاجه. والعظم ده برضو كده هحطه كده في جنب، بيبقى فيه لسه لحم. ممكن اخلصه كله في يوم شاورما او كده، او ممكن احطه يوم في شوربه يعمل لي شوربه وكده. فانا كده هقطعه كده زي ما انتم شايفين اهو. وقطعته كده، ما انا مستعجله. هتقولي ما بتقطعيش على البورد ليه؟ السكينه كانت يومها تعباني جدا وتلمه وقاعده امسك كده بايدي وناحي عشان اصلا اللي بتتقطع. مش عارفه هجيب سكينه تانية، لان السكينه ما بحبش السكاكين التلمه الحقيقه. انا بحب السكاكين تقطع في ايديا مش السلمه. لا، بجيب السكاكين حاميه قوي واقعد اقطع في ايديا، لكن ان هي تكون تلمه وتقرفني كده لا، ما احبش كده. مش عارفه الكاميرا اتحركت ليه، نحركها تاني كده بقى ونعدلها تاني. فايه هعمل كده بقى واقطع كل البانيه بتاعي. قلت لك قبل كده، لو انت قبل كده اول مره تكون لكم ما شاء الله شاطرين، بس لو انت واحده اول مره تقطعيه، قطعيه هو تلج شويه او تلجيه وارجعي قطعيه، بيكون سهل معاكي. حتى لو سكينتك تلمه مش هيجرحك. هعين دول بقى في كيس كده، وهحط كده كل قطع البانيه. القطع بقى لو جت كبيره صغيره رفيعه طويله، انا عامله لينا واحنا اللي هناكله. يعني مش لازم يكون بيرفكت للاخر، بس اهم حاجه يكون بالسمك اللي انا عايزاه والرفع اللي انا عايزاه. تمام. هعين دول بقى كده في الفريزر، واحط دول كده بقى. انتي مثلا بتنضفي الفراخ قبلها، فانا الحقيقه هقولك على حاجه. انا هنقع الوقت في ميه وخل. حتى لو انتي منضفه الفراخ قبلها بميه ومحلول نقع، لازم برضو ما تيجي تطلعيه من الفريزر تعملوا له نفس المحلول. ليه بقى؟ لان هو ما بيدخل الفريزر برضو زفاره الفراخ بتتكون تاني. فاحنا عايزين نبعد عن الزفاره دي. محدش يقول لي مثلا انا بنضف الفراخ قبلها وما بنضف الفراخ بعمل له محلول وبيبقى تمام ودخله الفريزر نضيف، لا. اول ما تيجي تطلعيه برضو لازم تعملي نفس المحلول النقع. الحقيقه انا يومها ما كانش عندي ليمون، فعملت ميه وخل وحطيت حطيتهم كده اتنقعوا شويه حوالي ربع ساعه. ورجعت بقى صفيته وشطفته كده كم مره. ورجعت بقى حطيت عليه التوابل بتاعته. التوابل بقى توابل فراخ وبابريكا وفلفل اسمر وكمون وكزبره واعملي كده كل التوابل اللي بتحطها البانيه. حطيت كل التوابل ده، وحطيت طبعا الملح، ظبطت الملح بتاعه. وجبت بيضه كده زي ما انتوا هتشوفوا الوقت كده وفقشتها عليه كله كده مره واحده. الطريقه دي سهله جدا واحلى طريقه تحطي تعملي فيها البانيه. شويه من اللبن، اللبن بيطريه جدا وبيخلي انسجه البانيه حلوه قوي. اهو كده معلقه كده من اللبن، معلقه كده من الخل مع البيضه. قلب بقى كل ده في بعضه. دي اسهل طريقه ممكن تعملي بها البانيه. تابعي بقى معايا الفيديو عشان تشوفي البانيه بتاعي لا بيسمر ولا بيغمق في الزيت ولا اي حاجه خالص. الحقيقه بتفرج على فيديوهات كتير بلاقي البنات شكلها صعبه جدا ومغمقيه وشكلها مش حلو خالص، لا.
تابعي بقى معايا الفيديو عشان تعرفي انا بعمل ايه، علشان البانيه ده بياخد لون حلو جدا وزي الذهب وزي الفل، لا غامق ولا اي حاجه خالص اهو. وكله كده على بعضه، ولا بحطه في دقيق ولا اي حاجه، دي اسرع طريقه زي ما قلت لك كده. هسيب بقى التتبيله كده في البيضه ذات نفسها في كل حاجه كده حوالي ربع ساعه، لغايه بقى ايه ما اجي احضر الغدا معاكم. هحضر بقى، هعملها دلوقتي اهوت. خلاص قعدت ربع ساعه وارتاحت وتمام وخدت من التتبيله. معايا بقى شويه من الكريسبي ده، الكريسبي ده بتاع مايوي تحفه يا بنات، جميل جدا. بشتغل بيه من ساعه ما عملته وجربته وانا بشتغل بيه، ما بيخليلكيش لون البانيه او اي حاجه بتعمليها غامق خالص. بعمله في الكفته، عملته قبل كده في الكفته على القناه، بعمله في البرجر الفراخ، وبعمله في كفتة الفراخ، في الستريبس، اي حاجة بتلاقي لونها ذهبي وحلو وما بتاخدش لون معاكي مهما قعد على النار، ومهما الحاجة اللي قدامك عايزة تستوي على النار. هو طبعا البانيه ما بياخدش سوا كتير ولا بياخد تحمير كتير، بس انا بقولك يعني افرض يعني، فما بيغمقش خالص ولا في اي حاجه. وزي ما انتم شايفين انا عامله البانيه سمكه يعني مش رفيع قوي، لا عايزاه تخين، وقعد على النار حوالي يعني حوالي 10 دقايق، فلا غمق مني ولا اي حاجه، وخد لون حلو جدا. انا في الاول كده بدات اعمل كده بالمعلقه، ولو رجعت قلت معلقه مين، ما عندناش احنا الكلام ده. وعملت كده بايدي كده، وبططي كده بايدك كده وظبطي كده الدنيا اهو. قلت معلقه ايه ده، مش هينفعني معلقه ولا الكلام ده. المهم كده تكبسي عليها كده ايه وتنيميها كده، تبططي اسمها بططيها تكبسي عليها كده بالجوانب، علشان ايه الكريسبي كده يلزق عليها، وعلشان هي كمان ايه تسوي بعضها كده وتبقى شكلها حلو ايه معاكي اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده. مش عارفه برضو كل مره في اول خطوه احب ابدا كده بالمعلقه وارجع كده اشتغل بايديا. انا بس مش عايزه ايدي ايه تاخد ايه، تتعكم من ايه، من الميه اللي في من البيض اللي في البانيه، علشان ما تلزقش كتير. فبحب كده احط عليها كده في الاول كده، وبعد كده امسك بقى بايدي بتكون هي خلاص ناشفه وانا ايدي ناشفه تمام. هم بكبس كده بقى واظبط الباقي. بجد الفيجيتار ده حلو قوي قوي قوي، جربيه. وزمانكم كتير منكم بيجربوه، ما بيغمقش الحاجه خالص، وبيخلي إيه لونها حلو قوي قوي قوي. عملته قبل كده على القناه في فيديو كفتة فراخ، وكان بقى الكل بقى عمال يقول لي دي لونها الحقيقي مش عارفه ايه، دي صوره والله كانت صوره حقيقيه ولونها الحقيقي، وما كنت جايبه صوره من اي مكان. والكل دخل اتفرج على الفيديو ده عشان لون الكفته كان حلو قوي 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 ما شاء الله، كان ذهبي، وشكل الكفته كان يشهي وجميل قوي. احنا بقى ايه اهو، ظبطت كده كل قطع البانيه، وحطيت كده طاسه جنبي على النار كده، ايه ان هي ايه طاسه جنبي كده على النار، ان الزيت يسخن، الزيت يتقدح. حطيت طاسه جنبي كده زيت يتقدح. على فكره انا قلت لكم قبل كده، يعني اللي متابعني انا قايله لو قبل كده، ذاكرتي عامله زي ذاكرتي السمكه. يعني مثلا لو فصلت معاكم في الكلام واجي افكر انا كنت بقول ايه، تلاقي دماغي خلاص راحت مني، نسيت انا كنت بقول ايه وكنت بعمل ايه، انا كنت هنا بعمل ايه وانا بعمل ايه. تلاقيني ايه دماغي فصلت خالص، ومش عارفه انا كنت بقول ايه اصلا في الوقت ده. ولا يمكن ارجع التسجيل اهو، انا كنت بقول ايه، كنت بتكلم في ايه. حاجه صعبه قوي. الله المستعان، مش عارفه انا بقيت كده ازاي. المهم بقى حاطه جنبي كده طاسه على النار، عم اخلص كده كميه البانيه عشان احمرها على طول، وهوريها لكم كده وهي طالعه كده من الزيت، وهوريها لكم وهي في الزيت، واوريكم اللون الجميل اللي هي واخداه اهو. كله ايه جميل، شغل فاخر من الاخر، وعلى عينك يا تاجر، ما بنخبيش وما بنعملش اي حاجه، شغلنا كله كده ايه جميل ما شاء الله اهو. هحط كده كله كده، ويلا بينا على الطاسه بقى، احنا زهقنا من الكلام اهو. حطيت كده كام قطعه كده. هنا الناحيه دي ما عنديش حاجه اوقف عليها الحامل، فهنقل على عيني التانية كده، علشان ايه احط الحامل على ايه، على حاجه كده جنبي اهو. نقلت على العين اللي على طول بنسجل عندها، عشان هي ديت ايه اللي في حاجه احط عليها الحامل عليه. شايفين بقى البانيه بقى مهما قعد معاكي وتقلبيه كده تقلبيه كده، بياخد لون حلو ومش بيغمق بسهوله. الفيجيتار ده مش بيغمق بسهوله، حلو قوي. فجميل قوي. الحلقه كلها على الفيجيتار، قام النور قام قاطع زي ما انتم شايفين كده. الفلاش قال لي والله ما انا مكمل، والتليفون النور قطع وقال لك 5% والتليفون هيفصل. شحنا التليفون، كنا خلصنا البانيه على فكره، مش شحنته على فكره، انا معلقاه في الشاحن السلك جنبه اهو. كان الشاحن لسه يعني علقته لحد ما فتح، بدأ يفتح تاني وخلاص. وقلت اما خلصت انا البانيه كان هو التليفون فتح. وسجلت لكم كده ووريتكم كل البانيه، والله حتى الكاميرا ظلمه كمان، هو لونه ايه ذهبي ولونه جميل. واوريكم هو قد ايه مستوي، شوفوا لسه خارج على النار ومستوي وجميل وطعمه حلو ومتبل وزي الفل.
انا يومها بقى كان عندي ايه، انا عملت رز معاكم وعملت بانيه. كان يومها عندي بسله هتترمي ما هتترميش، انا اصلا عامله البانيه ده عشان نبلع بس البسله بيه مش اكتر. وده الليمون بقول لكم، ده الليمون من عند امي ست الحبايب يا حبيبه، لايك بقى لليمون بتاع امي، لايك لليمون بتاع ست الحبايب. تمام. فده كان يوم غدانا كده، يوم ده بسله. البسله دي كانت بايته ما حدش ياخد باله فيومها بقى كلنا البسله وكلنا ايه البانيه معاه، البانيه وكلنا الرز. يعني حاجه مقليه وحاجه صحيه، حاجه كده وحاجه كده. انا النهارده بقى هنعمل ايه روتين في اوضه الاطفال، وهخلص اوضه الاطفال معايا. انا امبارح كنت عامله معاكم البيت كله، بس برضو تاني يوم قمت بالمكنسه مشيت على البيت كله، بالذات المكان اللي احنا بنقعد فيه، اللي هو الصاله عندنا يعني، الصاله اللي هو الانتريه عندي. فده المكان اللي بنقعد فيه حوالين الشاشه. فالمكان ده انا ظبطته وايه اديته كنسه كده على السريع، الحقيقه مش بالمقشه العاديه مش بالمكنسه، علشان ايه كنت خايفه ساعتها لو ايه لا ابني يصحى. يعني خلصت الغدا وشلت كده وكنست المكان اللي احنا قاعدين فيه، ودخلت بقى على الاوضه دي. الاوضه دي كانت ملايتها عايزه تتغير. فقمت دخلت بقى غيرت كده الملايات زي ما انتم شايفين كده، وهو نايم على السرير اللي قصادكوا ده. إيه عشان كده في بطانيه على السرير ده. فقمت كده ايه غيرت السرير ده ونقلته، ورجعت غيرت السرير التاني وحطيته تاني مكانه، نيمته تاني مكانه. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هشيل السجاده من الارض وهكنس الارض. وطبعا مش هعرف اجيب مكنسه خالص، لان انا ساعتها كنت خايفه لانه يصحى، وان اقعد بقى ما اقعدش اقدر اكمل اللي ورايا. وانا احب اكمل اللي ورايا كله سريع سريع كده، وبعد كده ايه اشوف ايه اقعد بيه بقى. لو قعدنا ساعة، قعدنا اتنين، قعدنا تلاتة، زي ما احنا قاعدين بنسجل كده وقاعدين بيه، هو كل شوية تسمعوا صوته بيعيط، يعني ما تاخدوش في بالكم يعني. هعمل ايه؟ الله المستعان. فالمهم كنست كده وخلصت، وبعدين ايه فرشت السجادة تاني، ما كانش محتاجة تتمسح ولا اي حاجة. كده جميل قوي الحمد لله. هو اصلا ايه يعني كويس ان انا وصلت للدرجة دي. هلم بقى الهدوم، دخلت كده بسرعة كده هنلم الهدوم بقى بتاع الكتكوت الصغير ابني كده، وهحط هدوم تانية كنت غسلاها. كان عندي دورة في الغسالة انا غسلاها من امبارح كده بالليل. ما بغسلش الا بالليل عشان المية، مش عشان اي حاجة. المية ما بتجيليش طول النهار الا بالموتور، لكن بالليل بيبقى المية موجودة عندي، فبضطر ما اشغلش غسالة الاوتوماتيك الا بالليل بس. وبقوم الصبح زي كده اخلص مثلا الغدا اللي بعمله واخلص كده، واقف انشر قبل ما الدنيا تضلم. كان ساعتها كده لسه المغرب ما ادانش، كان لسه هيقدر. فوقفت انشر كده بسرعه كده واخلص بسرعه، بما ان بقى ابني نايم بقى فرصه بقى خلصي كده كل اللي وراكي وخلصي كل حاجه. يلا كده قومي شوفي عندك نشير عايز 12 غسيل عايز يتغسل، اي حاجه. انت لو دورتي في البيت هتلاقي مليون حاجه عايزه تتعمل. فيلا كده قومي تشجعي معايا وشوفي وراكي ايه وشغليني كده جنبك اهو. بمبل لكاكه مش هتلاقي احسن من كده. اليكي كده واصدعك شويه، وبعد كده تكوني انت خلصت اللي وراكي وتشجعنا مع بعض وعملنا كل حاجه مع بعض. انا بقى خلصت كده النشير، وقفت قعدت كده شويه ورتبت الهدوم. ببص كده على السلم، بقالي كام يوم ببص على السلم ده مش عاجبني. ما بينا كده لغط حوار، قاعد يقول لي اعمليني وانا اقول له انا مش فاضيه لك. يقول لي اعمليني اقول له يا ابني انا مش فاضيه لك يا سلم انت. ما بديهاش بقى. لقيتني لازم اعمله في اليوم ده. الموضوع كان صعب بقى، ووصل لموضوع صعب جدا. وانا كل يوم ببص له كده الحقيقه مش عاجبني مش عاجبني، وانا ما ينفعش كده. قلت بقى اما اقوم كده قمت كنسته كده كده، بيبقى عليه ترابه ناعمه كده، فكنسته كده بالراحه كده. على فكره انا مسرعه الفيديو جدا، لكن انا كنت بشغلها بالمقشه بالراحه قوي، اولا عشان ما يعملش عفار وانتوا الضبابه تطلع عليكم وما تعرفوش تشوفوا اي حاجه من الكاميرا. فخلصت كده كل حاجه كده، وحطيت كده بس كده التراب على جنب كده، وكنست بقى الناحيه التانية كده، ما نزلتش ده على ده عشان برضو ما يعملوش عفار. وايه هكمل كده كنيس السلم. يلا يا لوزه بنتي وهي، يلا يا عتليه انت وهي اضغطي لي لايك. وشوفي السلم بتاعك اكيد عايزه يتكنس، وكنسيه كده وامسحيه. ما دام في ترابه ناعمه كده وبالذات على السلم يبقى مش هينفع الكنيس بس، لازم نمسحه كده عشان يلمع ويبان عليه. اصل انت لو كنستي بس مش هيبان عليه. فجبت كده الشرشوبه بتاعتي وايه وحطيت فيها ميه وحطيت فيها جنرال كده، وبدات امسح كده. الجنرال اصلا بيخلي ريحه حلوه جدا، عشان يبقى ريحه ايه السلم بتاعك حلو وجميل وزي الفل. وبعدين لو قدام الباب بتاعك ريحته حلوه زي ما انتم شايفين كده، هتلاقي كل نضيف يعني. هتلاقي كل حاجه عندك نضيفه ومفيش حاجه دخلت على الصاله عندك او البيت عندك. وبعدين يا جماعه احنا في الارياف، احنا في بيت عائله، فاحنا اللي لازم اعمل السلم. يعني عشان ايه حدش يقولي انا اللي لازم اعمل السلم. فكده خلصت كده اهو، خلصت مسيح السلم كده معاكم اهو. كل واحده طبعا هتقوم تشوف وتشيك كده عندها ايه عشان تعملها وتتشجع معايا. انا كده بتهيالي انا كده خلصت وتمام، السلم بقى تمام وظبطت كل الدنيا، بمسح بس مكان رجليا. اشوفكم في فيديو جديد.